السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في فيديو جديد. وقبل ما نبدأ ما تنسوش إن الفيديوهات دي للترفيه فقط، فلو جه وقت صلاة في الفيديو روح صلي الأول، لأن مفيش حاجة أهم من علاقتنا بربنا. ويلا بينا ندخل في حكاية النهاردة. قصة النهاردة حكاية تانية خالص. واحد لقى جن وهيديله 3 أمنيات زي علاء الدين كده، وطبعا زي أي حد فينا أول حاجة فكر فيها إنه عايز مليارات من الدولارات، وكان خلاص على بعد ثانية واحدة إنه يطلب أمنية. بس فجأة الدنيا اتقلبت، ظهرت رسالة في الهوا بتقول إن أخوه اللي أهله متبنيين وهياخد ضعف أي حاجة هو يتمناها. لا، والأدهى إن بطل قصتنا هياخد خبطة جامدة وجزاء سيء من ورا الأمنية دي. بس اللي عجبني اللي هو إزاي البطل عرف يضحك على السيستم ويقلب الترابيزة تماما، والنهاية بجد تشفي الغليل وتروق البال. كفاية حماس بقى، ويلا بينا ندخل على طول. سنة أولى جامعة لسه بادئة، وبصراحة حاسس إن الكلية هتفرم سنيني قبل ما الدراسة حتى تسخن. قدامي كان ابويا وامي الحقيقيين ماشيين مع جوليان اللي هو ابنهم بالتبني. هو المفروض ان هو اخويا بالاسم بس، لكن في الحقيقه هو اللي كان باين عليه انه ابن عز اكتر مني بمراحل. جوليان كان لابس اخر صيحه من براندات عالميه، وساعاته الغاليه كانت بتبرق تحت الشمس، وشعره متسرح بالملي كأن حد قاعد يظبطه له ساعه. كان ماشي بوش فخور ومناخيره في السما، كانت الدنيا لازم توسع له الطريق. فجاه لف بوش كله زهق وقال لي: يا اخي خلصنا، انت ماشي بطيء كده ليه؟ انت بجد بتنرفز. وقبل ما الحق ارد، ابويا وامي لفوا هم كمان، وبصاتهم كانت بتقول ان بوضوح انا المشكله. جوليان كمل وقال ان الشمس حاميه قوي، وسالني لو كنت عاوز يموت من الحر. فضلت ساكت وماسك في ايد الشنطه بتاعتي جامد، وضوافري كانت بتغرز في ايدي من كتر الغيظ، بس ما قلتش كلمه. هقول ايه اصلا؟ انا في الحقيقه ابن عيله جو الحقيقي، بس وانا عندي سنتين خطفوني وباعوني لقريه فقيره بعيده قوي. الناس اللي ربوني كانوا فقراء بس ما كانوش طيبين، كانوا بيضربوني ويهزقوني ويعاملوني كأني مدين ليهم بحياتي. ومن 3 سنين بس أهلي الحقيقيين لقوني ورجعوني لعيلة جو. كنت فاكر إنهم لما هيلاقوني هيحضنوني ويعيطوا ويقولوا إنهم افتقدوني، بس لا، اللي لقيته كان سكوت غريب وعدم قبول ومقارنات ما بتخلص. وقتها كنت رفيع وجلدي خشن وهدومي شكلها رخيص وقديم. لما كنت بقف جنب جوليان اللي كان نظيف وشيك ومتربي كأنه برنس، كنت ببان كأني واحد من الفلاحين داخل بيت غلط. أهلي حتى خلوني أعمل 3 تحاليل دي ان ايه عشان يصدقوا ان ابنهم بجد، وحتى بعد كده ما كانوش قابليني من قلبهم. كانوا بيقولوا ان طريقتي وحشه، واني حتى ما حصلتش عشر الاناقه بتاعت جوليان، وقالوا اني كبرت في بيئه وحشه ومحتاج انضباط شديد. وبسبب الانضباط ده كل شغل البيت بقى عليا، في حين ان جوليان هو الابن بالتبني وهو فضل السيد المدلل. ما كانش بيحرك صباع، واقف بس بيشتم الكل والكل شايله فوق الراس. في الاول كنت غبي وفاكر ان لو تعبت واجتهدت وبقيت شاطر اهلي في يوم من الايام هيبصوا لي بفخر. كنت مصدق ده بجد، فكنت بذاكر طول الليل لحد ما عيني توجعني ومركزي في الدراسة يتحسن 50 درجة. بس جوليان كان بيدخل الامتحان من غير ما يذاكر ويتحسن 100 درجة. اشتغلت وتعبت وجبت منحة ب5000 دولار. جوليان بكل بساطة راح اشترى ورقة يا نصيب وكسب 10000. كنت بفرم نفسي في الجيم لحد ما رجلي ما تشيلنيش، وجوليان بياكل ويشرب اللي هو عاوزه وجسمه بيفضل مثالي. حتى الجامعة اللي حاربت عشان ادخلها بقت نكتة تانية، دخلتها بالعافية بعد ما ضحيت بنومي وصحتي وعقلي. اما جوليان فدخل بتوصية بكل سهولة، وكمان طلع معايا في نفس الأوضة في السكن. كل حاجة بعملها موجودة بس عشان تخليه هو يبان أحسن. وفي تالت يوم التدريب العسكري للجامعة حصلت حاجة غريبة جدا. كنت في الملعب وشفت تعبان فضي صغير ديله كان محشور تحت ماسورة حديد وكان هيموت. ما فكرتش كتير، رحت شلت الماسورة وسبته يمشي. التعبان جري بسرعة واختفى في الزرع. وقتها قلت ده موقف بسيط ومش مستني شكر ولا أي حاجة. ما كنتش متخيل أبدا إن الفعل الصغير ده هيغير حياتي كلها. بالليل في السكن الكل كان نايم والأوضة ضلمة هش، مفيش غير صوت نفس زمايلي اللي كانوا نايمين وبيشخروا، بس أنا ما كنتش عارف أنام. عمال أتقلب في السرير وبفكر في المصاريف بتاعة الشهر الجاي. فلوسي خلصت ومش عارف هعيش إزاي من غير ما أطلب من أهلي، ودي آخر حاجة كنت عايز أعملها. وأنا في قمة تفكيري وهمي لقيت خيال فضي ظهر فجأة جنب سريري، جسمي اتخشب وكنت هصرخ من الخضة. ضوء القمر كان داخل من الستارة وجاي على الكائن ده، وشفت شكله بوضوح. كان تعبان فضي، جسمه بينور نور هادي وعينه صافية زي الإزاز. ما كانش حيوان عادي أبدا، كان شكله مهيب وكان مش من عالمنا. وفجأة سمعت صوت بارك جنب ودني بيقول لي: يا إنسان، شكرا إنك ساعدتني النهاردة. أنا تعبان خالد وعندي 1000 سنة من القوة.
كنت محبوس هنا بسبب محنة، وبما انك ساعدتني هرد لك الجميل وهديك 3 امنيات. قعدت ابص له وانا متنح تماما، عقلي وقف عن التفكير ثواني. تعبان خالد و3 امنيات، هو ده بجد بيحصل ليه؟ شكيت اني من كتر الجوع والضغط بقيت بتخيل وبخرف، فقرصت نفسي قرصة من رجلي جامد، حسيت بوجع كبير يبقى مش حلم. بلعت ريقي وسألته لو ينفع اتمنى اي حاجة حتى لو فلوس. التعبان هز راسه بكل هدوء. اول رقم جه في بالي كان مليون. بالفلوس دي مش هحتاج ابص في وش حد تاني، ولا هشيل هم اكل ولا مصاريف جامعة، ومش هضطر اطاطي راسي لعيلة جو عشان اعيش. الكلمات كانت على طرف لساني، بس قبل ما انطق شفت تعليقات غريبة بتطير قدام عيني. يا نهار ابيض، الحظ الاسطوري اللي عنده الشخصية الجانبية ده، دي انقذ تعبان خالد. انا اتجمدت مكاني، وطلع تعليق تاني بيقول اهدوا شوية، هو فاكر نفسه البطل المختار، ده مضحك قوي، دي كلها مجرد تجهيزات للبطل الحقيقي. قلبي سقط في رجلي، والتعليقات فضلت تزيد. بالظبط ما تنسوش ان اخونا جوليان رابط نفسه بنظام المكافأة المضاعفة، اول ما ده يتمنى جوليان هياخد الضعف. مليارات جمال ملوش مثيل، كل حاجة بجد. احساس يجنن لما تحصد اللي غيرك زرعه. حسيت ببرود من راسي لرجلي، كأن حد كب عليا جردل تلج، وبدأت افهم الحقيقة واحدة بس، العالم اللي انا فيه ده مش طبيعي، ده رواية عن بطل خارق. وجوليان مش مجرد ابن بالتبني محظوظ، ده طلع بطل الرواية، ومن 3 سنين كان رابط نفسه بيا بنظام المكافأة المضاعفة. يعني اي امنية هطلبها هو هياخد ضعفها، وعشان كده طول ال3 سنين كنت بتعب وهو اللي بياخد الثمرة من غير مجهود. تعبي كله كان بيغذيه هو. التعليقات كلها كانت عمالة تضحك عليا ومستنياني اطلب امنية كبيرة عشان جوليان يثبت ضعف. بس المرة دي انا فهمت كل حاجة. ماشي يا جوليان، لو عايز تاخد الضعف هديك حاجة عمرك ما هتنساها. بصيت للسرير قدامي، جوليان كان نايم ومغمض عينه، بس جفونه كانت بتتحرك، وكانت في ابتسامة خفيفة على وشه. بس ما كانش نايم، كان صاحي ومستنيني اتمنى. التعبان الخالد لقاني سكت فاستعجلني، والتعليقات ولعت تاني. واحد قال ان التعبان ده شرير لانه بيزقني اتمنى، بس ما قالش على الاثار الجانبية. والتاني ضحك وقال اني مغفل، مفيش غدا ببلاش في الدنيا دي، اي امنية بتتحقق ليها تمن، وكل ما كانت الامنية كبيرة وبتغير القدر التمن بيكون غالي قوي على الكارما بتاعتي، وممكن يدمر حياتي او يخليني مفقر ومنحوس، وممكن حتى اموت. والتعليقات كانت متحمسة قوي وبتقول ان جوليان مش هيحصل له حاجة لان انا اللي بطلب الامنية، فبالتالي انا هدفع التمن وجوليان هياخد الهنا كله. لما قريت كده الخوف اتملك مني، وعرفت ليه جوليان ساب حاجة زي دي تجيلي انا. في القصة الاصلية كنت هتجنن من الظلم واتحول لشخص حقود وشرير، كنت هبقى انا الشخص الشرير اللي بيحاول يأذي جوليان طول الوقت، وفي الاخر اهلي الحقيقيين يكرهوني كره العمى، والناس اللي بتشجع جوليان يفضلوا يعذبوا فيا لحد ما اموت ميتة صعبة في الشارع، وهو بقى اللي يدوس على جثتي ويكمل حياته كأنه برنس، رجل اعمال غني وحليوة ومعاه مليارات ومعجبين وحياة زي الفل. النار كانت بتاكل في صدري زي البركان. كنت عارف ان جوليان اهم مني في قلب اهلي، وعمري ما كنت غبي لدرجة ان افتكر ان ممكن احل محله، بس كنت كل اللي عاوزه هو نتفة حب، شوية عدل، بس المعاملة العادية اللي اي ابن المفروض ياخدها. لكن حتى دي كانت كتير عليا في نظرهم. جوليان كان لسه شايفني شوكة في ظهره وعاوز يفضل يمص في دمي لحد ما ينشفني خالص. تمام جدا، لو القصة عاوزة تجبرنا ابقى شرير مهما حصل يبقى انا اللي هبدأ الاول. وطيت عيني شوية واتكلمت بصوت هادي وقلت يا سيد التعابين الخالد، انا خلاص قررت. اول امنية ليا اني انام 8 ساعات كاملة كل يوم. واول ما قلت الكومنتات اللي كانت طايرة قدامي انفجرت علامات استفهام وتعجب. واحد سألني لو كنت اتجننت وقال دي اصلا مش امنية حقيقية، وواحد تاني اتريق عليا وقال مش كفاية ان اهلي مكسوفين مني، ده انا كان ممكن اطلب مليارات او وش مثالي، بس انا طلبت انام كويس. وقال ان اكيد دماغي اتفعصت في باب. واحد تاني ضحك وقال ان جوليان كان مستعد ياخد ضعف الثروة والجمال، بس انا بوظت كل حاجة بطلب التافه ده، وسموني شيطان خنزير متجسد عشان كل اللي بفكر فيه هو النوم. انا كنت هفطس من الضحك لما قريت الكلام ده. في نظرهم النوم ده حاجة تافهة، بس بالنسبة لي كان امضى سلاح ممكن استخدمه. الكومنتات فضلت تقول عليا ان بتاع منظرة، وانا كنت عارف قصدهم ايه بالظبط، لان في اليوم ده كنت لسه متخانق مع امي خناقة كبيرة على الفلوس. كنت بعيط وبسألها ليه جوليان بياخد 8000 جنيه في الشهر مصاريف وانا باخد 800 بس. امي بصت لي ببرود وقالت لي لازم اعرف مقامي، جوليان هو الوريث لعيلة جو، وهم رجعوني بس عشان ابقى دراعه اليمين مش ابن عيلة غنية. وقالت لي انت بقيت 18 سنة قانونية، يعني هم مش ملزومين يصرفوا عليا، انا اللي ملزم اصرف عليهم. في اللحظة دي قلبي وقع في رجلي، بس هي ما خلصتش كلامها، ضحكت بمرارة وسألتني لو ال 800 دول قليلين
سنين وفكرتني اني مش في القرية الفقيرة اللي كبرت فيها ما كنتش باخد المبلغ ده في سنة كاملة، وقالت لي اصلا ان انا قاعد مع جوليان في نفس السكن، يعني مش فارقة مين اللي معاه الفلوس، وطالما انا مهتم بجوليان كويس اكيد هو مش هيسيبني جوع. كنت هموت من الغل وعيني احمرت. جوليان يساعدني دي تبقى معجزة، ده كويس لو ما خبطنيش برجله وانا نايم. افتكرت اني ما كنتش بستجرأ اطلب منه غير ارخص طبق خضار في الكافيتيريا، بينما جوليان كان بيصرف اكتر من 1000 جنيه اتصالي بالليل، وكان بياخد مع 2 من زمايله في الأوضة عشان يضحكوا عليا سوا. كل ما كنت بفتكر الكلام ده صدري كان بيوجعني كأن حد بيغرس سكينة في قلبي. فعشان كده والأول مرة فقدت أعصابي قدام أمي وطلبت منها إنها تعاملنا بالعدل وتديني 8000 زيه، ولو رفضت مش هرجع البيت تاني. والنتيجة كانت زي ما أي حد يتوقع. قالت لي ببرود ترجع أولادي حجتك. قالت جو مش ناقصها حد زيك. الجملة دي لوحدها لخصت كل حاجة، بس في نظر الكومنتات غضبي ده ما كانش وجع وظلمي ده ما كانش معاناة، وبالنسبة لي ده كان دليل طماع وبتاع منظرة. التعبان الخالب بص لي بلمحة استغراب، عينه اللي زي الإزاز وكان باين عليه خيبة الأمل كأنه كان مستنى أطلب حاجة كبيرة، بس في الآخر ما نطقش. جسمه الفضي طلع نور هادي وصوته الرخيم مال الأوضة وبيقول لي زي ما تحب. في ثانية حسيت بدفى غريب ماشي في جسمي، ما كانتش قوة ولا غنى ولا وسيم ولا غيرت العالم، بس كان عقلي التعبان هدى فجأة. والأول مرة من وقت طويل حسيت بجسمي التقيل بس بطريقة مريحة وسلام نفس. وفي الناحية التانية في الأوضة ضحكة جوليان اتجمدت. أنا شفته رغم إنه كان عامل نفسه نايم بس بوز بقه اتشنج، أكيد استلم ضعف المكافأة. لو أنا هنام 8 ساعات يبقى هو هيضطر ينام 16 ساعة. وبصراحة دي كانت بداية زي الفل. النور الفضي دخل بين حواجبي وراحة غريبة انتشرت في جسمي كله، حاجة صعبة تنشرح كأن مية دافية غسلت كل التعب اللي كان محبوس جوايا. وفي نفس الوقت تقريبا جوليان فتح عينيه وهو مخضوض ومرعوب وبعدين غضبان. كان باين انه عاوز يشتم بس في قوة خفية كتمت نفسه ومفيش ولا كلمة طلعت. عينه اتقلبت لورا وجسمه اترزع على السرير بوقعة جامدة، وبعدها بثانية شخير عالي جدا ملي السكن كله. صوت جبار الصراحة. في اللحظة دي الكومنتات شافت بعينها مين هو الخنزير الحقيقي. انا مكنتش عارف ايه العواقب اللي الكومنتات قالت عليها، فقررت ما اتهورش وقلت للتعبان اني عاوز اشيل الامنيتين التانيين لوقت تاني. بص للتركيز وبعدين وافق. جسمه الفضي اتحول لوشم تعبان صغير على معصم ايدي من جوه. تاني يوم الصبح صحيت في معادي بالظبط. 8 ساعات نوم عميق خلتني فايق جدا وكل التعب اللي فات اتبخر وكأن حد غسل دماغي. بس زمايلي التانيين ليو ومايلز كان شكلهم يقطع القلب، حالات سودة تحت عينيهم كأن حد سحب روحهم. ليو لما شافني لابس ومرتب سريري بص لي بقرف وقال لي انه مش عارف يقول ايه، وسألني لو كنت خنزير عشان الشخير اللي كان عالي ده قوي وانا نايم ولا كأني في حاجة. مايلز اي الكلام وهو دايخ من الصداع وقال ان الصوت ده كان بشع وما نامش طول الليل. رديت عليهم بكل هدوء وقلت معلش جودة نومي دايما كويسة. هم اتصدموا من الرد ووشهم بقى اوحش بس ما حاولوش يجادلوا، وراحوا لجوليان يسحبوا بكل قوتهم. زق وتزييق وندق مفيش اي فايدة. جوليان كان ميت تماما. شافوا نفسه وقرصوه من مناخيره وكل اللي هو عمله انه حرك ايده بزعق واتقلب وكمل شخير اعلى. لميت حاجتي وخرجت وانا حاسس بخفة. وليو مايلز يأسوا منه وخرجوا ورايا بسرعة عشان يلحقوا التدريب، والنتيجة ان المدرب عاقبهم ب 200 ضغط سكواد عشان اتأخروا. خلصوا هما بيرموا كرههم لجوليان زاد جدا. اما جوليان فما ظهرش غير قرب نهاية التدريب العسكري. دخل وسط الطابور وهو مخضوض وشعره زي عش الغراب. المدرب شافه فورا، وطبعا التأخير ده في التدريب العسكري يعني انتحار. المدرب اتجنن وعاقبه عقاب شديد، خليه يجري 50 لفة حوالين الملعب وممنوع يرتاح. جوليان المدلع طول عمره وشه اتقلب وجسمه كان هيقع لحد ما المشرف اتدخل وطلب يوقف، بس المدرب امره يكتب موضوع تعبير عن غلطته ب 5000 كلمة. بالليل جوليان رجع السكن وهو بيزحف زي الكلب التعبان، وشاف ليو مالنز من انتخيم فبدأ يلومهم ليه ما صحتونيش. ليو انفجر فيه وقال له احنا قعدنا نص ساعة بنصوت في ودنك وانت نايم زي الخنزير الميت عمال تشخر. مايلز دخل في الكلام وقال لهم انهم افتكروه جراله حاجة وكانوا هيطلبوا الاسعاف بس شخيره هو اللي منعهم. جوليان قعد يزعق ويقول لهم انتوا كدابين ومين ده اللي بيشخر، انتوا اكيد غيرانين مني وعاوزين تشوهوا سمعتي رغم اني كنت باكلكم اكل ياباني غالي. ليو مايلز طبعا ما سكتوش وقعدوا يقولوا مين اللي لسه بجحته واصله للسما كده. مايلز كان هيموت من الغيرة والغل وراح قايل لجوليان انه المفروض يبقى عارف نفسه كويس هو بيشخر وهو نايم ولا لا، وزود عليها وقال له فوق لنفسك وبلاش تعيش في الاوهام وتفتكر ان شوية الهدايا والمجاملات البسيطة دي هتخلينا كلاب وفية ليك. وهوبا الخناقة بينهم ولعت وشعللت وبقت على اخرها،
وفي لحظة كان خلاص هيمسكوا في خناق بعض ويضربوا بعض بجد، لدرجة ان زمايلهم في الأوض اللي جنبهم سمعوا الدوشة وجم جري عشان يلحقوا يفضوا المشكلة. جوليان كان جسمه بيتنفض من كتر العصبية وطلب من ليو ومايلز يرجعوا له كل ما ليم صرفوا عليهم، وهم ما سكتوش وقعدوا يشتموا فيه ويقولوا عليه عامل فيها غني وهو مش قد القرشين اللي بيطلعهم. قالوا عليه بجح وما عندوش دم، وهددوا ان هم هيسجلوا صوت شخيره ويسمعوه للكل عشان ما يعرفش ينكر تاني ابدا. الكلمة دي كانت هي القنبلة اللي فرقعت الدنيا، بس في عز ما كان الزعيق واصل للسما وخلاص الدنيا هتتهد، وفجأة صوت جوليان قطع خالص وجسمه كله وقع مرة واحدة على الأرض زي الخنزير الميت. أنا بصيت في الساعة ولقيتها خلاص بقت نص الليل بالتمام والكمام، والسكن كله اتقلب من فوق وتحت فوضى في ثانية. ليو مايلز وشهم بقى أبيض زي الملايكة من الصدمة، والطلاب كانوا جايين يتفرجوا اتفزعوا هم كمان. بس بعد ثانية واحدة صوت الشخير العالي اللي كلنا عارفينه رجع المكان تاني، وكل اللي واقفين تعبيرات وشهم اتغيرت 180 درجة وبقوا عاملين زي اللي بلعوا صراصير مش عارفين ينطقوا بكلمة، وفي نفس الوقت هيموتوا من الضحك. وفي الآخر شالوه بطلعوا الروح وحطوه على سريره. ليو مايلز بصوا لبعض ووشهم بقى أزرق من كتر الغيظ، وفجأة خدوا بالهم إن كنت نمت وخلاص مستعد أروح في سبع نومة، فلقوا فيا صيدة سهلة يطلعوا غلهم فيا. ليو زعق وقال لي هو أنت ميت ولا إيه؟ وقعدوا يقولوا إنه مجرد طالب فقير وشحات عيلة جو هو اللي بيصرف عليا، وإزاي أسيب جوليان في الحالة دي وأطنش. ولكن حاجة حصلت، أتاري جوليان المحترم كان بيطلع عليا سمعة من ورا ظهري إني شحات. قمت قعدت وبصيت ليهم من فوق السرير وقلت لهم ده نايم مش ميت، وإحنا ورانا تدريب عسكري صعب بكرة وأنا مش ملتزم أسهر معاكم ولا أشيل همكم. وبعدين سكت شوية وقلت ليهم بكل برود كمان أنا مش طالب فقير العيلة بتصرف عليا، أنا الابن الحقيقي والبيولوجي لعيلة جو، وجوليان ده مجرد ابن بالتبني. وسبتهم في صدمتهم دي على وشوشهم اللي جابت ألوان ونمت، وما كنت سامع غير همسهم في الأوضة وصوت شخير جوليان المنتظم اللي كان شغال زي الموسيقى التصويرية في الخلفية. تاني يوم الخبر اتنشر في الكلية كلها زي النار في الهشيم. جوليان عنده مرض غريب والناس كلها عرفت ان هو بينام 16 ساعة في اليوم وما يصحاش مهما حصل، والفضيحة بقت بجلاجل. جوليان ما استحملش الموقف ده وجه وقف لي في السكن ووشه قالب وشيطانه وشكله مرعب، وقعد يجز على اسنانه ويقول لي يا اوليفر يا نادل انت عارف صح انت بتلعب بيا وقصد كل اللي بيحصل لي ده. بصيت له بكل برود وقلت له عارف ايه بالظبط؟ عارف انك بتقول كلام وحش عني قدام اهلي وتحاول تخليهم يطردوني من البيت، ولا عارف انك قايل للناس ان بره ان انا شحات عشان صحابي يستقلوا بيا ويعزلوني؟ وسكت شويه وضحكت برود وقلت له ولا قاصد ولا عارف انك بتشخر وتتكلم وانت نايم. الحقيقه انا مش محتاج اعمل اي حاجه مخصوصه عشان اعرف كل القرف ده. جوليان جسمه كان بيتنفض من الغضب وعينه كانت زي السكاكين المسمومه الموجهه ليا، وطى صوته وسالني بخبث انت طلبت امنيه ايه من تعبان الخلود؟ الكومنتات فوق راسه كانت مجنونه وعمال تشتم فيا وتقول عليا شرير وهو غلبان وبريء. ضحكت في سري وعملت نفسي مش فاهم حاجه خالص، وقلت له تعبان ايه؟ هو النوم الكتير بوظ دماغك ولا الروايات خلتك تتخيل حاجه مش موجوده؟ انت محتاج تروح لدكتور مخ واعصاب يا حبيبي. لما شاف اني مش هعترف بحاجه وشه اتلوى اكتر من الغل وقال لي ماشي مش هتعترف؟ طب انا هكلم ماما دلوقتي حالا ومن النهارده انسى ال 800 جنيه مصاريفك وريني هتعمل ايه بنشفان دماغك ده. وفعلا اتصل بيها قدامي وصوته اتغير في ثانيه وبقى يمثل انه بيعيط ومكسور، وقعد يقول لها اوليفر بيتبلى عليا وعاوز يسرق مصاريفي ومش عارف اعيش منه في المدرسه، وقعد يقلب الحقائق كالعاده بمنتهى المهاره. وامي طبعا من الناحيه التانيه صدقت وزعقت وقالت اني زودتها قوي، وقعدت تدلع فيه وتقول له ما تزعلش يا حبيبي انا هقطع عن اوليفر المصاريف خالص ومش هشممه مليم واحد ويسد بقى نفسه مع نفسه. جوليان قفل السكه والوش المسكين اتمسح في ثانيه وبص لي بمنتهى الفخر والشماته وقال لي سمعت ما بقاش معاك ولا مليم، لو شاطر بقى ببوس رجلي واعتذر لي وممكن احن عليك بلقمه اكل. الكومنتات كانت فرحانه فيه وبتقول انه ذكي عشان لما يقطع عني الفلوس هضطر اطلب من التعبان ثروه فجاه. وفي كومنت تاني كان بينتقد عيله جو انهم بخله وعندهم مريرات وبيدوا جوليان 8000 في الشهر. وفي وسط الزحمه دي طلع كومنتات وجع قلبي وخلاني مش قادر اتنفس لما عرفت ان جوليان كان ذكي كفايه انه بيدي امي بالتبني دواء بيمنع الخلفه من زمان عشان ما يجيبش ابن حقيقي يشاركه في الورث. اتصدمت وفكرت يا ترى امي لو عرفت الحقيقه هتدلعه، بس بصيت ليه وقلت بكل هدوء ان اللي بيعمل شر كتير هيقع فيه واللي بيضحك في الاخر هو اللي بيضحك بجد. وسبته ودخلت السكن. الفلوس كانت مشكله بس انا ما كنتش قلقان لان عارف ان في فرصه ذهبيه جايه عشان ارد القلم في حفله استقبال الطلبه. وحسب الكومنتات المفروض ان القصه الاصليه ان اتحمق واطلب واكون وسيم جدا عشان اغيظ جوليان وهو ياخد ضعف المكافاه ويبقى ملك جمال
ويطلع عليكم كلمة الطلبة والبنات تتهوس بيه، بس أنا قررت أعمل لهم فجأة تليق بيه. المسرح كان زحمة جدا والجو كان حماسي والكل مستني الواد الحليوة اللي هيلقي الكلمة، وجوليان جه يغلس عليا ويقول لي إن المفروض كنت هلقي الكلمة بس المدرسين اختاروه هو عشان شكله أحلى وهيبته أكبر، وقال إن هفضل طول عمري في ضله وتحت رجله. أنا عملت نفسي زعلان ومتنرفز وقلت له ما تفرحش قوي كده، يمكن أتحول فجأة وأبقى بطل وسيم. هو صدق إني وقعت في الفخ وابتسم بنص، وأنا طلبت أمنيتي التانية من التعبان وقلت ليه أتمنى وزني يفضل 70 كيلو دايما. التعبان بصلي باستغراب وسكت شوية وبعدين قال لي لك ما تمنيت. الكومنتات اتفجرت ضحك وبقوا يقولوا مين العبيط اللي يطلب أمنية زي دي. أنا وشي ما اتغيرش خالص لدرجة إنهم استغربوا، وفي لحظة المذيع نادى على جوليان عشان يطلع يتكلم والكل قعد يقصف ويصفر بحماس، وهو طالع المسرح كان حاسس بطاقة غريبة في جسمه ووشه بيتغير وكان هيطير من الفرحة وكان فاكر إنه خلاص بقى أحلى واحد في الدنيا. جوليان كان فاكر إن اليوم ده هو اليوم اللي هيصدم فيه المدرسة كلها بجماله، وكان واثق ومصدوم في نفسه جدا إن كل الناس هتقع في دباديبه أول ما يشوف وشه. بس يا عيني لما الجمهور شافه أخيرا بوضوح تحت إضاءة المسرح، القاعة كلها سكتت سكتة غريبة ومريبة قدام زي المقبرة. جوليان في الأول كان باين عليه إنه فرحان أوي ومنتشي، غالبا كان فاكر إن الناس اتصدمت وتنحت من كتر جماله اللي ملوش زي. لاحظ العيون اللي كانت مبحلقة فيه ما كانتش مليانة إعجاب، دي كانت مليانة رعب. جوليان بدأ يبص لنفسه بالراحة وبالهداوة كده، وهنا كانت صدمة اللي ما كانش يتخيلها. اكتشف إن في حاجة غلط وبشعة. جسمه اللي كان طول عمره طويل ورفيع ومظبوط اتنفخ وبقى قد كده، وزنه بقى دايرة كاملة، دراعاته بقت تخينة ومدورة وشكله كله بقى وارم ومنفوخ بشكل غريب تحت كشافات المسرح. ولثواني قليلة القاعة كلها فضلت متجمدة ومحدش نطق، وبعدين السكوت ده كله اتكسر والجمهور كله انفجر في ضحك عالي جدا لدرجة ان الضحك كان هيهد القاعة من قوته. الناس قعدت تخبي بقها بايديها وهم بيموتوا من الضحك موطيين وبيوشوشوا لبعض، وفي ناس قعدت تسأل بصوت عالي هو مفيش ولاد تانية خالص في المدرسة عشان يختاروا واحد بالشكل ده ويقولوا عليه جان المدرسة، وناس تانية بتقول ان الطالب الجديد ده مشهور بجماله بس بقى شبه الوحش القبيح. جوليان فضل واقف على المسرح ووشه خالي من اي تعبيرات ومصدوم. حلمه انه يصدم الكل فعلا تحقق بس بطريقة تانية خالص غير اللي كان راسمها في خياله. وطبعا المشرف جري بسرعة على المسرح وهو مرعوب وشده ونزله قدام الناس قبل ما الموضوع يبوظ اكتر من كده. بس للأسف الوقت كان فات خلاص، وفضيحة حفلة الاستقبال دي اتنشرت في الجامعة كلها زي الإعصار، وصلت كمان للسوشيال ميديا في ثانية واحدة. جوليان كان مستني يطلع للسما، وفي الثانية اللي بعدها لقى نفسه بيترمي في 7 أرض قدام الكل، وبالنسبة لواحد مغرور زيه ده كان كفاية يجننه ويطلعه عن شعوره. بعد الموضوع ده أهلي خدوه للمستشفى، عملوا له لستة طويلة عريضة ومملة من الفحوصات الطبية، وفي الآخر الدكتور قال إن عنده تورم شديد مفاجئ مش معروف سببه ونمو غير طبيعي في الأنسجة، ونصح إنه يفضل في المستشفى تحت الملاحظة. بابا وماما قلوبهم كانت بتتقطع عليه وقعدوا يقولوا إنهم هيعالجوا جوليان مهما كلفهم الأمر، بس جوليان كان عارف الحقيقة في قرار نفسه، كان متأكد إن ده شغلي أنا. فأول ما لقى فرصة جري رجع للسكن ودخل عليا الأوضة وقعد يشتم فيا بكل غل ويقول لي يا أوليفر يا حيوان يا زفت أنت هتموت موتة سودا وبشعة. أنا بصيت له بقمة الشفقة بس صوتي ناعم وهادي زي السوسة الشيطانة في ودنه، وقلت له يا جوليان شكلك لسه مش فاهم الموقف اللي أنت فيه كويس. وسكت شوية وبعدين كملت وقلت له تفتكر إيه اللي هيحصل لو قلت لخالد التعبان إن أمنيتي التالتة إنه هي ضغط دم يفضل مظبوط ومستقر بين 80 و 120. فجأة كل الغضب اللي على وش جوليان اتجمد وجسمه بدأ يترعش لوحده من الخوف، وقال لي وصوته كله رعب انت عارف كل حاجة. وفجأة طريقته اتغيرت تماما وبدأ يتزالي ويقول لي يا اخويا انت اخويا انا كنت جاهل ومعرفش سامحني ابوس ايدك، بس انا اكتفيت بضحكة خبيثة وقلت ليه ان اخلي الموضوع ممكن اكتر لينا احنا الاتنين. في الويك اند جالي تليفون بيقول لي لازم ترجع على البيت عيلة جو، واول ما حطيت عتبة الفيلا حسيت بتقل جوه هناك، كان في توتر يخلي الواحد مش عارف يتنفس، وبابا كان قاعد على الكنبة الكبيرة ووشه ضلمة وتعبيراته كانت قاسية وصارمة اكتر من اي وقت شفته فيه قبل كده. واول حاجة قالها لي بحدة اركع على ركبتك، وماما كانت جنبه بتمسح دموعها وبتبص لي بصة كلها لقم وخيبة امل، وجوليان كان قاعد لازق فيا وعينيه حمرا كانه كان بيعيط بقاله سنين. اول ما شافني كشف نفسه كاني وحش كاسر ومرعب. انا وقفت مكاني وما اتحركتش وقلت له يا بابا انا عملت ايه غلط وليه لازم اركع؟ وش بابا بقى اوحش وقال لي ليك عين تسأل انت كنت غيران من اخوك عشان بقى مثل الطلاب الجدد. فرحت استعملت اساليب قذرة وحطيت له ده وفضحته قدام الناس كلها، وش عيلة جو بقى في الطين بسببك. وماما كمان قعدت تعيط وتلوم فيا وتقول لي يا اوليفر ازاي قلبك قاسي كده؟ جوليان عمل لك ايه عشان تأذيه بالشكل ده؟ ده اخوك. ضحكت ببرود وقلت لهم انا اذيته؟ ايه دليلكم عشان اعيط قدامكم
بينكم كلمتين ومثل دور الغلبان. وفي اللحظة دي جوليان اتكلم بصوت ضعيف ومكسور وقال: ماما بابا أنا عارف إني غلطت، ما كانش لازم أنافس أخويا، هو ابنكم الحقيقي، يمكن الأحسن إني أمشي من هنا، أنا خايف لو فضلت أموت فعلا. أهلي انتبهوا فجأة وسألوه: قصدك إيه بالكلام ده؟ جوليان زود في العياط وكأن قلبه مكسور وقال إني هددته وإني عايز أنتقم منه عشان هو خد العز والفلوس مني طول السنين دي، وقال إن ده مجرد درس صغير وإني لو فكرت نفسه على أملاك العيلة في المستقبل هموت موتة وحشة. وبعدين قعد يشهق ويقول إنه لسه عنده 18 سنة ومش عايز يموت. بابا انفجر من الغضب وقال لي: إيه يا أوليفر، أنت بجد حيوان وما عندكش أصل عشان بتصارع على أملاك العيلة، أنت فعلا عايز تموت أخوك. أمي كمان قعدت تشتم فيا بصوت عالي وتقول لي: اطلع بره يا فاجر، لو كنت أعرف إنك هتبقى كده ما كنتش خلفتك أصلا. بصيت ليهم بس المرة دي قلبي موجعنيش زي زمان، يمكن لما الواحد يتصدم كتير قلبه بيتعلم ما يتوقعش حاجة من حد. قلت بصوت هادي: تمام أنا همشي وأنا أصلا مش عايز أهلي ظالمين زيكم. ولفيت ظهري من غير ما أبص ورايا، والطلوع القوي ده خلى أهلي يتغاظوا أكتر، وعشان يطيبوا خاطر جوليان ويقطعوا أي أمل عنده في الميراث قرروا يتحركوا بسرعة. وبعد أسبوع عملوا حفلة عيد ميلاد خرافية لجوليان إنه تم 18 سنة. وفي عز الحفلة ماما أعلنت قدام الكل إن جوليان هو الوريث الوحيد لعيلة جو، وطبعا عشان يكسفوني ويبينوا قوتهم ما نسيوش يبعتوا ليا دعوة، كانوا عايزيني أنا الابن المطرود أشوف بعيني وهم بيدوا كل العز والفلوس والمستقبل لجوليان. كانوا مستنيين يشوفوني بموت من الندم والغيرة، بس حظهم الوحش إني ما روحتش أصلا ورميت الدعوة في الزبالة، لأن هم وجوليان بالنسبة لي زبالة. بس عشان كده خطة انتقامي بتكمل، بعت واحد يحضر الحفلة، وأول ما اتأكدت إن كل الأملاك اتنقلت باسم جوليان أمرت الشخص ده يسلم الهدية الكبيرة لماما العزيزة. أول هدية كانت تقرير تحليل دي ان ايه بين بابا وجوليان، وزي ما كانت الكومنتات بتقول جوليان ما كانش طفل يتيم غلبان، بابا تبناه، ده طلع ابن بابا غير الشرعي. لما بابا كان صغير هو وعشيقته بيحبوا بعض جدا، بس بعدين حب ما يتعبش واتجوز ماما عشان فلوسها، بس ده ما منعهوش انه يفضل مكمل مع عشيقته في السر سنين. وبمساعدة امه تعبها وشغل بابا كبر وبقى غول، بس كان في مشكلة ان اسهم الشركة وكل الاملاك كانت في ايد ماما، فبابا وعشيقته عملوا خطة قذرة وخبوا الحقيقة جوليان ومثلوا انه يتيم ودخلوه عيلة جو كأنه ابن بالتبني عشان ياخد مكانه ويبقى هو السيد الصغير. وهدفهم ان جوليان كان يلهف كل حاجة من ماما بالراحة. وبالنسبة لموضوع خطفي وانا عندي سنتين فبقيتش عايز افكر فيه بعمق، لان كل ما بفكر فيه جسمي بيقشعر من كتر البشاعة اللي ممكن تكون حصلت. تقرير الدي ان ده نزل في الحفلة زي القنبلة، والحفلة اتقلبت فوضى. ماما اول ما شافت التقرير كان هيغمى عليها ووشها جاب الوان وحست ان الدنيا اتهدت فوق دماغها. بس دي ما كانتش النهاية، الهدية التانية وصلت فورا وراها دليل قاطع ان جوليان كان بيهديها في سر ادوية بتخليها ما تحملش عشان يضمن ما يبقاش ليها وريث غيره. هنا ماما انهارت تماما، كانت فاكرة نفسها ذكية ومسيطرة على كل حاجة، بس اكتشفت ان اقرب الناس ليها ضحكوا عليها. جوزها خانها، والابن اللي كانت بتعامله زي جوهرة طلع ابن عشيق جوزها. ومش بس كده، دي ربته بايديها وكمان نقلت له شقة عمرها كله بيمنها وبقت ضحوكة قدام الكل. والخيانة دي كسرتها في عز الحفلة اللي كانت المفروض تبقى يوم فخر لجوليان اتقلبت لأكتر من فضيحة في الوسط بتاعهم. فضلوا يتكلموا عليها سنين. بعد كده ابوها وعشيقته تثبت فيهم قضايا خطف الأطفال وسرقة أملاك الشركة، وماما بنفسها هي اللي بلغت عنهم وودتهم الاسم. أما جوليان فلحسن حظه إنه كان لسه قاصر وبيديها الأدوية، ودي كانت أول جريمة ليه فهرب من السجن. بس أمي ما سابتهوش وبلغت عنه إنه زور ورق دخوله الجامعة، والجامعة اتحركت بسرعة ورفضته. ورغم كل ده كان في حاجة مش هينفع تتغير بسرعة، وهي إجراءات نقل الأملاك كانت خلصت فعلا، وجوليان بقى معاه كل ورث عيلة جو. وبعد كام يوم جوليان جه يغلس عليا ويتباهى قدامي، وشه كله كدمات من ضرب ماما ليه، بس لسه كان مغرور وقال: يا أوليفر يا خبيث، فاكر إنك لما تفضحني كده غلبتني؟ أحب أقول لك إن الوقت فات خلاص، وكل أملاك عيلة جو بقت ملكي وأنا باسمي دلوقتي. بصيت لي ببرود وقلت ليه: إيه يا عم أنت بتفرح بدري كده ليه؟ ما تنساش إن لسه فاضل أمنية واحدة بس، ولو عايز أعديك دي كلها مسألة دقايق. عيون جوليان لمعت فجأة وحاول يداري الفرحة اللي جواه، بس كانت باينة جدا. وبعدين بدأ يستفزني بوشه اللي كله غرور وقال لي: طيب يا شاطر، لو عندك الجرأة اعمل الأمنية دي دلوقتي، وأي مبلغ فلوس هتتمناه أنا هيجيلي ضعفه. هزت راسي وقلت ليه: ماشي هبسطك يا سيدي. وقدام عيون الناس ناديت لروح التعبان للمرة الأخيرة وقلت بكل هدوء: أمنيتي التالتة إن كل يوم طول ما أنا صح حسابي في البنك يزيد $100,000 بشكل قانوني كل ساعة. جوليان اتجمد لثانية وبعدين انفجر في ضحكة وحشة أوي وقال لي: يا أوليفر، هو الغضب خلاك غبي ولا إيه؟ أنا بصحى 8 ساعات بس في اليوم، بس عندي نظام الضعف، يعني هيجيلي 1,600,000 في اليوم. أنت فاكر إنك تسبقني بكده؟ ابقى جرب في حياتك.
حياتك الجاية. أنا طنشته خالص وكملت كلامي بكل برود، وكمان وأنا نايم حول 200,000 دولار لأخويا كل ساعة. أول ما قلت كده الكل وقف مكانه والتعليقات وقفت تماما، وبعدين الناس بدأت تحسب زي المجانين. وواحد كتب إن لو نمت 8 ساعات وحولت 200,000 لأخويا يبقى أنا مش هاخد حاجة وكل الفلوس هتروح في جيب جوليان. بس واحد تاني ذكي لقط اللعبة وقال إن أمنيتي كانت تحويل الفلوس لأخويا، وبالنسبة لنظام جوليان أخوه هو أنا، وبسبب نظام الضعف بتاعه وهو نايم هيضطر يحول لي ضعف المبلغ ده. يعني كل ساعة بينام هيخسر 400,000 دولار يروحوا لي أنا، وبما إن جوليان لازم ينام 16 ساعة يعني كده هيحول لي 6,400,000 دولار كل يوم. بعد ما حسبت كل حاجة لقيت إن هكسب مبالغ خرافية كل يوم، وفي المقابل ثروة جوليان هتنشف وتخلص بسرعة البرق. واحد من التعليقات كان بيصرخ ويقول إن بالسرعة دي فلوس جوليان هتخلص في أقل من 3 شهور. جوليان أخيرا فهم اللعبة والابتسامة كانت على وشه اتجمدت تماما، وفي ثانية عيونه زغللت وجسمه اتهز ووقع مغمى عليه في الأرض. روح التعبان كده حققت لي 3 أماني، والوشم الفضي اللي على معصم إيدي بدأ يتمسح بالراحة. بس المرة دي عيون التعبان ما كانتش بتلمع زي أول مرة قابلته فيها، كانت مطفية وفاضية وتعبانة جدا، وطاقته كانت بتختفي حتة حتة. وقتها بس التعليقات كشفت الحقيقة، ده ما كانش روح تعبان بجد، ده كان شيطان تعبان، وهيبقى غرضه يساعد الناس تحقق أمانيها بس عشان يمتص الطاقة السلبية اللي بتطلع لما صاحب الأمنية يحصل لي مصيبة. والطاقة دي هي اللي بتقوي سحره. بس حظه وحش إنه وقع معايا أنا. أول أمنيتين ما أذوش حد ولا غيروا العالم بشكل خطر، الوحيد اللي اتضرر في الأمنية التالتة كان جوليان، فلو في أي مصيبة هتحصل لجوليان هو اللي هيشيلها، وشيطان التعبان ما يقدرش يشد طاقة منه، وده معناه إنه هيضيع مئات السنين من قوته على الفاضي، ومن هنا ورايح مش هيقدر يخرج إذا حد تاني أبدا. جوليان ما فاقش غير لما 16 ساعة نوم إجباري خلصوا، فتح عينيه الورمانة في أوضة المستشفى الهادية، والسكوت كان تقيل قوي، وقبل ما يفهم هو فين ظهرت قدامه شاشة نظام الضعف بتاعه هو اللي بيشوفها بس. بقاله 3 سنين الشاشة دي كانت بتنور بالذهبي والأزرق ومخليه يحس إن المختار اللي النظام بيدلعه ياخد له حقي. بس دلوقتي الشاشة بقت مرعبة وبترعش بألوان أحمر، علامات تحذير ضخمة كانت بتنط قدام عينيه وتقول تحذير تحذير. صوت النظام اللي كان ناعم بقى بارد زي الروبوت بيقول له تم اكتشاف رصيد سالب، وبسبب عقد الضعف بدأت إجراءات تسديد الديون. كل ساعة هيتخصم 400,000 دولار من أصولك الأساسية وتبعت لأوليفر. جوليان نفسه اتقطع لثانية واحدة وإيده الورمانة كانت بترعش وهو يحاول يقفل الشاشة، بس النظام ما اختفاش، بالعكس بدأ يوريه سجلات التحويلات باللون الأحمر الفاقع. تحويل سالب 400,000 دولار لأوليفر جو، تحويل سالب 400,000 دولار لأوليفر جو. سطور وسطور كأنها دم. جوليان فضل يقلب لتحت وكل ما يشوف أكتر جسمه يترعش أكتر. أخيرا فهم نمط إنه لما ربط نظام بيا عشان يسرق تعبي وياخد الضعف وأنا أشيل ألم، اللعبة اتقلبت عليه. عملت ديم مخصص ليه هو، وبما إن النظام ماشي بقواعده الخاصة جوليان بقى مجبر يدفع لي، وهو مش بيخسر فلوس، ده الطفيل اللي كان بيستخدمه عشان يسرق حظي لف وعضه هو. النظام ما كانش فارق معاه غضب جوليان ولا خوفه ولا حتى نيته السوداء، هو بس مهتم بالعقد، والعقد ده جوليان هو اللي عمله بنفسه. جوليان صرخ بأعلى صوته وقال لا وقف ده، الغي الربط، وفضل يلوح بايده في الهوا زي المجانين وبيحاول يضرب الشاشة ومحدش شايف غيره. النظام رد بكلمة واحدة باردة تم اكتشاف خطأ، وقال له ان صاحب النظام ما ينفعش يلغي الربط وهو في مرحلة تسديد ديون شغالة، ولو فشل يحافظ على رصيد موجب. كل المميزات اللي النظام اداها له هتتسحب منه بما فيها تحسين جسمه وحمايته. جوليان اتسمر مكانه ووشه الورمان بقى لونه رمادي، لو فلوسه خلصت مش بس هيبقى فقير، ده النظام هياخد منه كل حاجة، وممكن وسامته المزيفة تختفي تماما ويفضل محبوس في جسمه المشوه ده للأبد، أو يمكن يحصل حاجة أوحش من كده بكتير. الرعب أكله تماما، شال المحلول من إيده ومسك موبايله. كان محتاج فلوس، لا ده كان محتاج كاش، لازم يبيع كل حاجة بسرعة البرق، الفيلات، العربيات، الإصبار، أسهم الشركة، وكل الأملاك اللي هم حولتها له وهي مغمى عليها لازم يحولهم لسيولة فورا. وبصوابع بتترهش قعد يكلم سماسرة العقارات والوسطاء، وكان بيزعق فيهم يبيعوا الفيلا تسوي سباي حتى لو بخصم 30% عن سعر السوق، المهم ان الفلوس تبقى فلوس معاها النهارده. وامرهم يبيعوا العربيات الفراري واسهم الشركه واي حاجه يقدروا يبيعوها. في وسط الرعب ده افتكر انه قدر يهرب من الدين لو جمع كوميك كاش كبيره، يمكن يشتري وقت او يأجر حد يجبرني الغي الامنيه. بس جوليان لسه ما فهمش ان النظام اسرع منه بكتير. بعد يومين سمسار كلمه بفرحه وقال له ان لا مشتري للقصر الساحلي، والمشتري حول 400 مليون والفلوس دخلت حساب جوليان. جوليان ضحك كانه واحد كان بيغرق ونجا، فتح ابلكيشن البنك بسرعه عشان يتاكد، بس اول ما 400 مليون ظهروا في حسابه شاشه النظام
الأوضة منورت نور أحمر تاني، والصوت البارد أعلن تم اكتشاف فلوس وهيبدأ تسديد الديون المتأخرة فورا. وفجأة ال40 مليون طاروا. جوليان بص بعيون كلها دم والفلوس بتختفي من حسابه، وظهر إشعار بيقول إن نظام سحب ال40 مليون وحولهم بنجاح لحساب أوليفر جو. جوليان سكت لثانية وبعدين انفجر في الصريخ، رمى الموبايل في الحيطة لغاية ما اتدشدش 100 حتة، وقعد يشد في شعره ويصوت زي المجانين. في اللحظة دي هو بقى شغال عندي ببلاش، مجرد صراف من غير مرتب، عمال يبيع في شقة عمر أمي وتراث عيلة جو بس عشان يبعت الفلوس لحساب أنا. كل عربية بيبيعها بتختفي، وكل سهم بيحوله بيتبلع، وكل فيلا بيبيعها برخص التراب بتبقى مجرد وقود لعقابه هو. كل اللي كان يقدر يعمله إنه يقعد على الأرض الساعة ويتفرج على فلوسه وهي بتسحب كل يوم 3 مليون و200 ألف دولار يوميا، بتعد زي القنبلة، وهو عارف إنها مش هتقف غير ما يفضلش معاه ولا مليم ويفلس. في الناحية التانية في المدينة، أنا صحيت بعد 8 ساعات بالظبط من النوم العميق، كنت حاسس بالانتعاش والهدوء منطلق جدا. اتفردت بكسل ومسكت موبايلي وبصيت على شوية الأصفار الجديدة في حسابي اللي عمالة تزيد بشكل يفتح النفس. ابتسمت وشربت قهوة الصبح وقلت بالراحة مش بطال، خلينا نشوف الباشا الصغير هيستحمل كده لحد امتى. وفي الوقت اللي جوليان كان بيتصفى فيه كان في عقاب تاني ورا القضبان. أمي بعد ما خدت الأدلة اللي بعتها ليها وراحت على طول على اسم الشرطة، اتحركت بسرعة. أبويا وعشيقته اتقبض عليهم بتهمة الإتجار والخطف البشر، وده غير سرقة مبالغ ضخمة من فلوس الشركة، وبسبب كده اترفض خروجهم بكفالة فورا. بس جوه الزنزانة الساقعة أبويا ما اتخضش في الأول، كان واثق في نفسه وماسك إيد عشيقته اللي كانت بتترعش وبيطمنها بابتسامة فخر كأنها مشكلة بسيطة وهتعدي. قال لها ما تقلقيش دي مجرد أزمة مؤقتة، وقال إن ممكن تكون جمدت حساباته بس نيت أهم حاجة وهي أملاك عيلة جوبا القانونية ملك الجوليان. أبويا كان واهم نفسه مصدق إن جوليان معاه مليارات دلوقتي وهيقدر يشغل أعتى وأغلى محامين دفاع في البلد كلها. كان متخيل إن المحامين دول هيلاقوا ثغرة ويخرجوهم منها زي الشعرة من العجين، وفي عقله كان راسم إنهم هيخرجوا قريب. فضلوا مستنيين اليوم يعدي ورا أيام وأسابيع، وكل ما باب أوضة زيارة الحديد التقيل يتفتح أبويا كان يرفع راسه بلهفة، وهو متوقع يشوف كتيبة من المحامين لابسين بدل غالية وماسكين الشنط مليانة ألاعيب قانونية ووعود وردية. بس هنا الصدمة إن مفيش حد جه خالص، ولا حتى بني آدم واحد فكر يأتي بإبهام. جوليان أصلا كان فلس تماما وشطب على الأبيض والأسود بسبب النظام اللي كان بيمص دمه كل ساعة، لدرجة إنه ما كانش لاقي يدفع لمحامي يدافع عن أبويا وعشيقته، ولا حتى كان معاه يدفع لمحامي لنفسه يفهمه إزاي فلس وقع الوقعة السوداء دي. مفيش سنت واصل لمركز الاحتجاز، ولا زيارات ولا رسائل ولا أي حس ولا خبر. يوم المحاكمة جه أخيرا، أبويا وعشيقته ما لقوش نفسهم قاعدين جنب فطاحل المحاماة، دول قعدوا جنب محامي غلبان منتدب من المحكمة شكله متبهدل ومطبق من غير نوم بقاله 3 أيام. والراجل المسكين ده لا كان عنده وقت ولا مجهود ولا موارد يعمل لهم دفاع حقيقي. وانا كنت قاعد وراه في هدوء بتفرج على الفيلم ده وهو بيخلص. امي كانت قاعده قدامهم وشها كان مخطوف وشاحب، بس كانت فارده ظهرها ناشفه زي الحجر، كان الكره اللي جواها هو اللي مسندها. والمره دي كانت هي اهم شهداء الادعاء. المحكمه ما كانتش حتى خناقه متكافئه، دي كانت علقه من طرف واحد، ومن غير المحامين صايعين يلووا دراع الحقيقه ويداروا على الورق. الادله اللي امي قدمتها فرمت كل حاجه، خط الفلوس اللي اتسرقت من الشركه كان واضح زي الشمس، والرسائل القديمه اللي بتربطهم بتجار البشر من 16 سنه اتطلعت من تحت الارض واتعرضت على الشاشات قدام كل اللي في القاعه. المحامي الغلبان حاول يعترض كم مره بس وكيل النيابه كان بيخرسه بادله اقوى، ولما القاضي خبط بالمطرقه في الاخر الصوت رن في القاعه وكانه اعلان نهايتهم بسبب الادله اللي كانت جباره والجرائم اللي كانت في قمه القسوه. ابويا وعشيقته خدوا اقصى عقوبه ممكنه، سنين طويله ورا القبضان، حياتهم فعليا انتهت. اول ما سمعوا الحب الحقيقي اللي كان بينهم اتقطع 100 حته. الفقر والخيانه والخوف من ضياع العمر ورا الحديد دمرهم. العشيقه فجاه قعدت تصرخ في وش ابويا وتقول له انت وعدتني ان جوليان هينقذنا، انت قلت ان كل حاجه تحت السيطره وبسببك ضاعت حياتي. وابويا هو كمان كان فقد برستيجه ومنظره، وعينه كانت بتطلع شرار ورعب، وقعد يزعق فيها ويشتمها ويناديها بالغباء ويلم ابنها انه غدر بيهم، وقال ان جوليان خد الفلوس وسابهم يعفنوا، وبدأوا يلطشوا لبعض ويصرخوا في وش بعض في قلب المحكمة. كل سنين الحب دي اتبخرت في ثواني وما فضلش غير الشتايم والكره، لدرجة ان الحرس اضطروا يجروا عليهم ويفصلوا بينهم بالعافية، وحتى وهم بيجروهم من بيبان مختلفة فضلوا يحدفوا بعض بأبشع الألفاظ. وانا كنت قاعد بتفرج على الناس اللي دمروا طفولتي وهم بيتدحرجوا بالكلبشات، والأول مرة حسيت ان في جبل تقيل انزاح من على صدري. جوليان خذلهم وبإيده اللي ختم على نهايتهم، بس كابوسهم العزيز اللي كان لسه بيبدأ. هي كانت فاكرة ان سجن ابويا وعشيقته هو نهاية وجعها، بس يعني كانت غلطانة خالص.
دي كانت مجرد بداية صعودها بعد حفل بلوغ جوليان. الحقيقة المرة خبطت في وشها. هي قبل ما تعرف حقيقة جوليان كانت مضت له قانونيا على كل حاجة تملكها، الأسهم والعقارات والصناديق الائتمانية والكاش وكل حاجة. عملت كده بس عشان تكدني وتثبت إن جوليان هو المستقبل الحقيقي لعيلة جو. كانت عاوزة تقطع عملي الأخير وتخلينا نتفرج عليه بس هو بياخد الورث كله. بس في الآخر هي اللي دمرت نفسها، ولما فاقت من الصدمة جرت جابت محامين وحاولت ترفع قضايا على جوليان بتهمة النصب عشان تلغي العقود نقل الملكية. بس لما المحامين فحصوا جلات جوليان المالية لقوا كارثة. كانوا فاكرين هيلاقوا مليارات بس لقوا الحسابات بالسالب. جوليان مش خسر بس شوية فلوس، ده دمر التركة كلها. كل سنت وكل أصل بقى هو مرعوب، كل فيلا وسهم كله طار ديون. النظام ما بتخلصش لصالح أنا ثروة عيلة جو اللي اتبنت عبر أجيال خلصت واتشطبت تماما. وقريب جدا أمي ما كانتش لاقية تدفع حتى أتعاب المحامين، وبعدها اتطردت من جناح الفندق اللي كانت قاعدة فيه. والستات الهوانم اللي كانوا بينافقوها في حفلات الشاي بيقفلوا البيبان في وشها ويضحكوا عليها من ورا ظهرها ويقولوا عليها نقطة المجتمع الراقية. الست اللي ادت امبراطوريتها لابن جوزها غير الشرعي ورمت ابنها الحقيقي. الست اللي ربت ابن واحدة تانية كأنه كنز وفي الآخر سماها وسرقها، ومن غير فلوس ولا واسطة ولا حد راضي يساعدها. حالتها نزلت لتحت خالص وبقت مشردة وجعانة وقاسة. وبعدين سمعت إشاعة إن ابنها اللي كانت بتعامله معاملة الزبالة بقى غني فاحش دلوقتي وحسابه في البنك بيزيد ملايين كل يوم من غير ما يرفع صباع. فما دورتش كتير ولقيتني في يوم كنت خارج من باب الجامعة وفجأة لقيت ست متبهدلة نطت قدامي وقطعت طريقي. لبسها الغالي كان كله مبقع ومكرمش وشعرها منكوش زي عشة الفراخ، ووشها كان باين عليه العجز والتعب لدرجة إن ما لقطتهاش من أول مرة. ودي كانت نفسها مدام جو اللي كانت فخورة ومغرورة ومحدش يلمسها. دلوقتي شكلها يشبه الشحاتين، وأول ما شافتني رمت نفسها تحت رجلي قدام الكل وقعدت تصرخ، قعدت تعيط بحرقة وتمسك في طرف الجاكيتة بتاعتي. والطلبة بدأوا يقفوا ويتفرجوا وهي بتشهق وتقول لازم تساعدني عشان أنا أمك من لحمك ودمك، وتقول إن جوليان وأبويا وحوش خدوا منها كل حاجة. وعيطت أكتر وقالت مفيش مكان تروح فيه ولا مليم تاكل بيه، وبما إني بقيت غني لازم أخدها عندي وأصرف عليها. والطلبة عمالين يكتروا ويوشوشوا ويشاوروا علينا، بس أنا ما كنتش مكسوب خالص. أنا كنت باصص للست اللي بتعيط تحت رجلي دي. زمان كنت هموت على ربع حب منها، كلمة واحدة حنينة كانت بتخليني طاير من الفرحة. أيام زمان كنت بحاول كل طاقتي إن أنا نور رضاها، بس دلوقتي وأنا شايفها بالحالة دي ما حسيتش لا بغضب ولا بحزن ولا حتى بشفقة. حسيت بهدوء وبرود ملوش مثيل. شلت صوابعها بالراحة من على جاكيتتي ورجعت خطوة لورا وابتسمت ابتسامة خفيفة وقلت لها أصرف عليكي. وبعدين بصيت في عينيها وكررت نفس الكلمة اللي قالتها لما قطعت عني المصروف التافه زمان. قلت لها لازم تفهمي أنا دلوقتي عندي 18 سنة حسب القانون وما عنديش أي التزام كامل أكمل تربيتك. عيون أمي برقت من الرعب. في اللحظة دي افتكرت كلامها هي، الكلام القاسي اللي حدفته في وشي زمان زي القلم. نفسها اتقطع وشفايفها اترعشت وهي مستوعبة. وقفت بصلابة وبصيت ليها وهي مكسورة وزودت الجملة التانية اللي هي قالتها زمان، ترجعي أو ما ترجعيش عيلة جو مش ناقصها أم زيك. وبعدها ما نطقتش بولا كلمة. لفيت ظهري ومشيت ناحية العربية اللي مستنياني، ومن ورايا سمعت وشوشة الناس بتعلي وصوت شهقات أمي المجروحة والمكسورة. هي في الآخر اتدمرت بقسوتها، والأول مرة في حياتي ما بصيتش ورايا. أخيرا خدت حقي من الأم اللي ما كانش ليها لازمة دي. في الوقت ده كان هو الجلاد لجوليان، وفي 3 شهور بس ثروة عيلة جو بقت زيرو. كل بيته محفظة وأسهم وحساب مستخبي وأي حاجة ليها قيمة جوليان باعها والسيستم بلعها عشان يسدد الديون اللي ما بتخلص. بس جوليان كان لسه عنده مشكلة كبيرة، أنا نومي كان مظبوط بالثانية. كل ليلة كنت بنام 8 ساعات كاملة في هدوء، وعشان كده نظام المكافآت المزدوجة ما كانش بيقف. السيستم كان محبوس في قواعد، كل يوم بيعدي ديون جوليان بتدفع 3 مليون و200 ألف دولار، وكل الحسابات نشفت خالص. جوليان كان مستخبي في اوتيل رخيص ومعفن على اطراف المدينه. الاوضه ريحتها عفن والحيطان مبقعه والنور بيرعش فوق راسه. هو باصص شاشه موبايله المشروخه وبيراقب رصيده وهو بينزل لحد ما وصل صفر تماما. جوليان طلع تنهيده طويله كان كاتمها، وابتسامه ملويه ظهرت على وشه الورمان، وقال خلاص خلص مفيش فلوس تانية. السيستم لازم يلغي الدين دلوقتي. بس السيستم ما كانش رحيم ولا بشري، ما كانش بيهمه امل ولا خوف ولا توسل. ده كان مجرد طفيلي بارد بيمشي على قواعد. الشاشه الهولوجرام الحمراء ظهرت تاني في ضلمة الأوضة ونورت وش جوليان بنور زي الدم. صوت السيستم نطق من غير أي مشاعر، دلوقتي مفيش فلوس كفاية، بس بروتوكول تسوية الديون مش هيقف. بما إن الكاش خلص السيستم هيبدأ في استخراج الأصول البديلة ويحول القيمة البيولوجية للمضيف وحيويته وشكله لقيمته المالية مساوية. جوليان دمه اتجمد في عروقه وقلب صوت بيترعش. استنى، هو قالها وصوته كان بيترعش من الخوف. قيمة بيولوجية؟ يعني ايه الكلام ده؟ وقف. النظام ما ردش عليه بالكلام، ده رد عليه بالوجع والألم. بما
انه خلاص ما بقاش عارف ياخد فلوس من جوليان، بدأ يسحب منه الحاجات الوحيدة الغالية اللي فضلت معاه، بدأ ياخد لحمه وعظمه وشبابه وحياته كلها. جوليان وقع على أرض الموتيل القذرة وصرخ بوجع كأن في قوة مش مرئية مسكت روحه وبدأت تقطع فيها. في الأول النظام سحب منه الوسامة اللي كان مديهاله قبل كده، وجلده اللي كان ناعم ومشدود فجأة فقد قوته في ثواني وبدأ يترهل من على وشه زي الشمع اللي بيسيح، وظهرت تجاعيد غويطة جدا في قورته وحوالين عينيه وجنب بقه، وبعدها طاقته فجأة فص ملح وداب. جوليان بدأ ينهج وهو بيحاول ياخد نفسه، وعضلاته بدأت تكش بسرعة رهيبة، ودراعاته ورجليه بقوا رفيعين وضعاف جدا زي فروع الشجرة الناشفة. مسك راسه وهو مرعوب، بس شعره الكثيف كان متسرح بدقة بدأ يقع في ايده كتل كتل، وحتى بعض الشعرات كان فيها دم في جذورها. الشعر كان بيقع بين صوابعه اللي بتترعش على الأرض الوسخة. ليلة ورا ليلة في الوقت اللي كنت بغمض فيه عيني وبستمتع ب8 ساعات نوم هاديين، جوليان كان بيدفع الثمن، بس المرة دي مش فلوس، ده كان بيدفع من لحمه وعظمه. وفي خلال أسابيع قليلة بس كبر في السن 10 مرات. الشاب الغني المتكبر اللي كان شكله منور وسيم ومحدش يقدر يلمسه اتحول لراجل عجوز ضعيف ودبلان، سنانه بدأت تتلخلخ من مكانها وتقع، ومفاصله بدأت توجعه كأنه عنده 80 سنة. عينه غيمت وما بقاش شايف فيهم بوضوح، وده بجد هو قمة العدالة. في القصة الأصلية جوليان كان عاوزني أتجنن من الغيرة، وكان عاوز جسمي يتكسر في الشوارع واموت انا وشكلي وحش وذليل وهو واقف على قمة العالم. بس دلوقتي هو اللي اتحبس في جسم معفن، هو اللي بيفقد عقله، وهو اللي محبوس جوه اوضه موتيل رخيصة، وضعيف لدرجة انه مش عارف يقف صح، وعمال يكح دمه ويبص في مراية مكسورة. الوحش اللي بيبص له في المراية ده ما بقاش حتى عارف هو مين، كل نفس مؤلم بياخده بيفكره بالفخ اللي كان نصبهولي، وفي الاخر الفخ ده هو اللي بقى قبره. جوليان ما اتدمرش بالقانون ولا حتى على ايدي انا، هو اتدمر بالنظام اللي كان بيعبده قبل كده. وعلى اواخر الخريف امبراطورية عيلة جو بقت خلص من الماضي، وقبل ما البنوك تعرض املاك عيلة جو في المزاد العلني بشكل رسمي، قررت اروح ازور المكان لاخر مرة. القصر اللي كان شكله فخم وقوي بقى عامل زي بيوت الاشباح، والنجيلة اللي كانت نظيفة ومثالية غطاها الشجر العشوائي، وسلاسل تقيلة كانت محطوطة على البوابة الرئيسية وعليها علامات حمراء بتقول ان المكان ده محجوز عليه. وقفت بره البوابات الحديد اللي صداها بان وبصيت من بين الفتحات، وهناك شفت جوليان كان قاعد مقرفص في الحوش، والشجر كان مغطيه ورافض يسيب حطام المملكة اللي سرقها. كان مستحيل بجد حد يعرفه. راسه بقت قرعة ومليانة بقع غامقة بتاعة العجز، وجسمه كان رفيع جدا ومجرد جلد على عظم، ومتغطي ببلطو ماركة غالية بس وسخ وواسع عليه جدا كأنه مش بتاعه. كان بيخربش في التراب بصوابعه الملتوية اللي بتترعش، وصوته كان عجوز وخشن وبيبرطم للسما الفاضية، وبيقول انا معايا، انا هقدر ادفع، استنوا بس الاسهم هتتباع، ما تاخدوش عيني ابوس ايديكم، هدفع 400,000. ايديه كانت عمالة تتحرك في الهواء، وكان بيمسح شاشة النظام بس ما فيش حد شايفه غيره. كان متدمر تماما ومحبوس في دايرة ملهاش نهاية من الديون والعجز. هو كان عايز يربطني بحياة مليانة وجع وعايز يسرق مكافآتي، بس بدل ما يعمل كده ربط نفسه بطفيل يمت دمه لحد اخر نفس. فضلت واقف اتفرج عليه بهدوء لوقت طويل، ما كنتش حاسس بفرحة طايرة ولا حتى بشفقة. الغضب اللي كان بيحرق في صدري وانا عايش في البيت ده اختفى وجي مكانه راحة وهدوء. ريح باردة عدت في القصر وهزت السلاسل على البوابة، ورق الشجر بتاع الخريف بلونه الذهبي والاحمر وقع في صمت على الطريق المتكسر. وقفت هناك للحظة أخيرة، وبعدين رفعت الياقة هدومي ولفيت ظهري ومشيت. بعد ما مشيت بعيد عن جوليان، وبعيد عن أمي اللي بتعيط في الشوارع، وبعيد عن أبويا اللي بيعفن في السجن، بعيد عن اسم عيلة جو للأبد. مستقبلي كان منور وواسع وبتاع أنا لوحدي، كان معايا فلوس وكان معايا حرية، وما بقاش في أي أشباح بتشدني لورا. الأهم من كل ده إني بصيت في الساعة الغالية اللي في إيدي وابتسمت، والوقت بدأ يتأخر وأنا مروح بيتي عشان أستمتع ب8 ساعات نوم مثاليين وهادين من غير أي إزعاج تحت سما بقت أخيرا ملكنا وبس. وهنا بتنتهي حكاية جوليان، الإنسان اللي كان فاكر إن الدنيا ممكن تتباع وتشتري، لكن في النهاية دفع ثمن عمره وحياته ومستقبله، وفي الآخر بيحصد اللي زرعه. لو القصة عجبتكم واستمتعتم بالأحداث لحد النهاية، ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اكتبوا في التعليقات هل شايفين اللي حصل لجوليان ده كان عدل ولا كان عقاب أكتر من يستحقه. أشوفكم في حكاية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.